اتحاد الكوره ما دافعش عن حقوقه؟ ليه اتحاد الكوره ما خدش موقف وعمل تحقيق داخلي داخل اتحاد الكوره علشان يظهر الحقائق للجمهور؟ الفيديو والمقطع الصوتي ده مين اللي سربه؟ وهل في حد تقاضى اجرا مقابل تسريب هذا المقطع ام لا؟ من حق كل واحد فينا، الساده الصحفيين والساده الاعلاميين وجمهور الزمالك وكل جماهير مصر ان تعرف مين المتسبب في ان المقطع الصوتي ده خرج، وازاي مفيش تحقيق داخلي داخل اتحاد الكوره لمعرفه مين اللي خرج الفيديو ده. هتيجي تقول لي اصل ده اتحاد مجلس سابق؟ لا، اللي بتحصل والاحداث اللي بتحصل، المجلس الجديد اللي بيجي يستلم بيجي المفروض ان هو عارف المشاكل اللي موجوده ويكون عنده الشفافيه في ان هو يظهر الحقائق للجمهور.